السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. صباح الفل، صباح الهنا عليكم. زي ما انتم شايفين كده الواحد لسه قايم من النوم يا دوبك، لسه ما عملش حاجة. هنقوم بقى نطلع للدور الأول، لأنني امبارح نقلت الفراخ في حتة أوسع، فربنا يسترها يا رب عليهم. هطلع كده اشوف أخبارهم ايه، نطلع مع بعض كده شوف أخبارهم ايه، وربنا يسترها يا رب. زي ما انا قلت لكم كده، أول يوم ايه أبيتهم النهاردة في حتة أوسع وحتة تانية، أغير المكان يعني. هقفل معاكم كده على المطلع وايه نشوف كده ربنا يسترها. اول يوم النهارده نقل المكان الواسع ده، وكان قبل كده القط كان واكل مني حوان برضو، فربنا يسترها يا رب. زي ما انتم شايفين كده انا مقفله عليهم تقفيله حلوه اهي، بس ربنا يسترها برضو كده ونشوف اخبارهم ايه. هفتح عليهم كده زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، مكان واسع وجميل اهو، وهم زي العسل اهو. زي ما انا قلت لكم انا كنت خايفه عليهم، لان المكان ده انا كنت ايه حاطه فيه قبل كده، وكان القط طلع خد مني يعني ايه شويه منهم وكده، فكنت خايفه والله النهارده قوي. بس بسم الله ما شاء الله، الحل على ما هو على جميل اهو. السقايه بتاعتهم قدامهم ميه، هنزودها بقى ميه لهم ونزود لهم علف. وزي ما انتم شايفين كده حته بسم الله ما شاء الله، النهارده بقى لهم 30 يوم، فيقعدوا هنا يعني ايه 5 ايام كده ولا حاجه. ربنا يستر عليهم في ال5 ايام ده هم، ونذبح بقى. زي ما انتم شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله احجامها زي العسل معانا اهي. الكاميرا مش عاطيه للفراخ حقها اصلا، التليفون يعني مش عاطي حق الفرخ ليه، بس الفراخ بسم الله ما شاء الله اوزان جميله جميله جميله. زي ما انتم شايفين كده على ال30 يوم الفرخه بسم الله ما شاء الله تجيب الكيلو ونص او ال2 كيلو الا ربع كمان. فال5 ايام اللي جايين ده هم ان شاء الله باذن الله هينطروا بقى معانا ونذبحهم بقى اهو. يعني انا قلتهم هنا يعني ليه، على ان انتوا عارفين البوكس كنت فضيته وكنسته ونضفته وعقمته لدوره بط رمضان. كل سنه وانتم طيبين. حتى انا قلتهم هنا حطيت لهم شويه نشاره خفافه كده، لان كان اصلا هنا ايه حيوان قبل كده، وما كنتش يعني ايه يعني كملت فيه بقيه الدوره. كان القط كان مني فراخ وكده هنا، فقمت شايلاهم وكان لسه تحتهم نضيف، ففرشت شويه نشاره بس كملت كده وخلاص ونزلتهم. فهو بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب ويبعد عنهم يا رب اي حاجه وحشه. الحته دي حلوه كلها يا جماعه، بس عايزه باب، لان زي ما انتم شايفين كده انا بقفلها بايه اهو. عريشه حلوه كله وجميله اهي، بس بقفلها والقط بيقوم داخل من اي جنب كده، فدي اللي بيبقى قلقني يعني. ربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله. دورة البط بتاعتنا بسم الله ما شاء الله هنبص عليها بصه برضو كده دلوقتي. بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي القشطه. بص بصه برضو على البط بتاعنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. جو النهارده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده جميل، والشمس زي العسل، وهنا هنا كده زي القشطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. الشربات بتاعنا نايم ولا ايه؟ ايه لسه نايمين؟ صباح الفل صباح القشطه عليكم. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. انا امبارح بالليل يا حبيب قلبي حطيت لهم دواء الاستقبال بعد الميه بسكر ده، كنت حاطاه قدامكم اول ما جبتهم. حطيت لهم امبارح بالليل دواء الاستقبال، يعني الميه بسكر قعدت قدام معاهم يجي 4 ساعات. بسم الله ما شاء الله. وشايفين الفراخ بتاعتنا هنا قشطه قشطه كده، فرخ كده ايه حرش وجميل كده بسم الله ما شاء الله اهو. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. كده اطمنا على البط بتاعنا، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. والفراخ بتاعتنا ربنا يسترها عليها برضو ال5 ايام دوم في المكان ده، لان قلقانه منه كده، ربنا يسترها يا رب. انت رايح فين؟ شو الفرخه طالع رايح فين؟
عايز يفط على السطح. بسم الله ما شاء الله. الجو النهارده جميل يا جماعه، شايفين الجو زي العسل النهارده ازاي اهو. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب، وما يخسرش حد يا رب كده، واي حد منزل طيور بقى رمضان ربنا يبارك له فيه، ويبارك لكم في حياتكم وفي اولادكم، وتهتموا بالطيور بتاعكم كده ان شاء الله باذن الله، ربنا يرى لكم فيها ان شاء الله باذن الله. النهارده الفراخ زي ما انا قلت لكم البيضه بتاعتنا يبقى لها 30 يوم شهر. بسم الله ما شاء الله زي الهنا وزي العسل زي ما انا موريه لكم كده. البط ده يا حبايبي البغال ده بسم الله ما شاء الله، يعني مناعته حلو في الشتاء اللي احنا فيه دهوت. انت ما تعرفيش الظروف اللي جايه ايه او الايام اللي جايه ايه. ده اول بط بيستحمل معاكي اي حاجه، بعيش في اي جو يعني ارميه في اي حته وسيبيه. بس هو لازم اول اسبوع او اول 10 ايام تحضنهم كده ضروري، وبعد كده بتحوش اللمبه الحمراء دي وبتحط لهم لمبه يا دوبك يشوفوا ياكلوا ايه والشفط. بس اول اسبوع كده لازم اللمبه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي عشان يتحضنوا فيها. الفراخ مبسوطه، الجو النهارده الشمس حلوه وجميله، الفراخ مبسوطه عايزه تطلع ازاي على الباب. فادي كان يوم معاكم النهارده يا حبايب قلبي، طلعنا كده اطمنا على الفراخ بتاعتنا. الفراخ البيضاء عملت 30 يوم بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الهنا. وسعت لهم المكان وقلتهم في مكان اوسع، بحيث ان انا كنت بفضل بوكس عشان احط فيه بط رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ومن ناحيه تانية المكان يعني واسع من ناحيه، خلي كمان الخمس ايام اللي لسه فاضلين لهم دول المكان الواسع يخلي الفرخ يكبر معاك اكتر، ويبقى المكان واسع عليهم بحبح كده. فدي كان يومي معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفه عليكم، ما كنتش بتقل عليكم، كنتوا بتستفادوا منها اي حاجه. ودي كان يومي معاكم النهارده، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. انتظروني كل يوم في فيديو ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.